تعالي النهارده نتكلم عن لفات الدريكسيون. دي حاجه مهمه هتفيدك قوي، وخصوصا في الركنات. ساعات في اوقات لما بتيجي تركني وبعد ما بتطلعي من العربيه بتلاقي كاوتش العربيه معوج يمين او شمال، برغم ان الدريكسيون قدامك مستقيم. تعالي النهارده نتكلم عن لفات الدريكسيون، وده اللي هيفيدك في الركنات، وهيفيدك وخصوصا لو انت مش عارفه ذاكره العربيه وانت واقفه مستقيمه او معوجه. تعالي مع بعض نطبق قاعده لفات الدريكسيون. اي الدريكسيون دايما بنقول ان افضل وضعيه عشان وانا سايقه والعربيه ما تقعدش تحود مني يمين وشمال ان انا بمسكه كده، اسمها قاعده الساعه 9:15، او بنمسكه كده الساعه 10:10. دي افضل وضعيتين زي ما اتفقنا قبل كده وعملنا عنها فيديو. طيب دلوقتي انا الدريكسيون عندي مستقيم، واذا العجل بتاع العربيه دلوقتي مستقيم. طيب ساعات انا بنزل بلاقي العربيه كاوتشها معوج، في ناس بتطلع تبص من شباك العربيه وتشوف اذا كان الكاوتش معوج ولا لا. بس انا هقولك على طريقه حلوه قوي من وانتي قاعده في العربيه، من غير ما تطلعي دماغك وتبصي اذا كان العجل معدول او معوج. هتشوفيه بالطريقه دي من وانتي قاعده من غير ما تحتاجي انك تطلعي دماغك من الشباك. دلوقتي الدريكسيون عندي معدول. قاعدة اللفة ونص يعني ايه؟ اي دريكسيون لما بنيجي نركن، فاكرين في فيديوهات الركنات بنقول ان احنا بنكسر كل الدريكسيون، سواء الركنة على اليمين او على الشمال، سواء بنكسره يمين او شمال. فهو بيلف لفة ونص. ادي هو كده مستقيم، ادي لفة كاملة دي اسمها اللفة، وادي النص شايفين ده اخر الدريكسيون. تمام، يبقى احنا عملنا لفة ونص. كده انا حودت الدريكسيون كله في الاتجاه اليمين. كده الكاوتش بره معوج، الكاوتش الامامي كله معوج ناحيه اليمين. ده كده اللفه ونص كاملين. طب انا عايزه اعدله بالكامل، هرجع النص اللفه اللي انا لفتها وبعدين اللفه الكامله. كده هو استقام تاني نعيدها تاني بس بالناحيه التانيه. كده هو مستقيم. انا عايزه اعوجه بالكامل او بكسره بالكامل، فهو ادي لفه. تمام، ادي لفه كامله 360 درجه لف، وبعدين النص التانيه اهي. كده نص لفه. كده هو معوج بالكامل ناحيه الشمال. ده كده اخره، يعني هو لما بيبقى على اخره كده خلاص اخر الدريكسيون. طب انا عايزه ارجعه مستقيم تاني، ادي النص لفه اللي انا لفتها، وادي اللفه التانيه ال 360 درجه التانيين، وكده هو استقام. طيب العلامه بتاعتي هنا مثلا الهيونداي او ايا كان ماركه عربيتك بيبقى علامتها مستقيمه في حاله ان الدريكسيون مستقيم. طب انا ساعات ببقى على مثلا اللفه دي مثلا هي كده برضو مستقيمه، بس هنا الكاوتش جزء منه معوج. اعرفها ازاي؟ اطبق قاعده اللفه ونص، اجيب اللفه ونص بالكامل يمين او شمال وارجعهم تاني، بحيث ان انا كده هعدل الكاوتش بتاعي. هي كده في لفه كامله، ده النص خلاص، هي كده جابت اخرها. طب انا عايزه اعدلها مستقيم من وانا واقفه في الركنه بتاعتي، هجيب النص اهو ارجعه وبعدين ارجع اللفه التانيه كامله، فكده خلاص بقت لفه ونص. كده هو استقام، وكده بقى هو في الوضع الطبيعي بتاعه. كده الكاوتش معدول. يعني في بعض الاحوال انا بنزل من العربيه والاقي الكاوتش معوج، وبرغم ان العلامه بتاعتي مستقيمه ودركسيوني مستقيم، لا هي في الحاله دي بتكون واخده اللفه. عارفين اللفه اللي هي دي 360؟ هو كده معوج، بس انا قدامي هنا هو معدول، لا فهو بيبقى بره معوج. تعالي اوريكي بره بيبقى معوج ازاي لما بكون واخده لفه او لفه ونص. بصي معايا هنا كده العجل محود بالكامل اهو، شايفاه؟ ده شكل العربيه وهي مكسور اللفه ونص، وده كمان شكل الكاوتش العربيه من بره وانا عامله اللفه ونص بالكامل. الكاوتش بيبقى معوج كده. كمان موضوع لفات الدريكسيون ده بيفيدك في الملفات. يعني في بعض الملفات وانت داخله يمين بتاخدي ربع لفه، نص لفه، 3/4 لفه. طيب لو في مثلا يوتيرن على الضيق اللي هو بيبقى الرصيف رفيع وانت بتكسري بالكامل عشان تدخليه، ده بنكسر بالكامل اللفه ونص، او ساعات بنكسر لفه، بيبقى على حسب الملف بتاعك. فطبعا يعني تنبيه بس مهم عشان موضوع لفات الدريكسيون ده، انا بركز مع الدريكسيون اذا كان رايح يمين او شمال العجل معوج يمين او شمال، مش وانا بسوق والعربيه ماشيه لقدام. تمام؟ ليه؟ لان انا ما ينفعش اغفل عن الزجاج الامامي ده. يعني انا دايما طول الوقت انا بص على الطريق ده، ما ينفعش انا باخد ملف يمين او شمال ابص على الدريكسيون والاقي نفسي سرحت معاه وبص عليه وسايبه طريقي ده. لا، انا بستعمل القاعده دي وانا واقفه، وانا بركن اوريدي، انا واقفه وبركن واخده جنب الطريق، مش معطله حد، او من قدر الله مش ماشيه ودايسه بنزين والعربيه ماشيه لقدام فاسرح مع الدريكسيون اشوفه لف ربع لفه ولا نص لفه ولا 3/4. لا ما ينفعش.
انا بعمل ده بالاحساس، يعني انا ببقى باصه قدامي وببقى حاسه الدريكسيون لف معايا قد ايه، وعلى حسب الملف اللي قدامي، على حسب الرصيف اللي قدامي. في ملف بيبقى على الواسع فبعمل نص لفه مثلا، في ملف بيبقى على الضيق بعمل اللفه ونص كاملين، وهكذا. لكن انا ما ببصش على الدريكسيون والعربيه ماشيه لقدام، عشان لا قدر الله ممكن وانا باصه للدريكسيون بشوفه لفه قد ايه اخبط في حاجه وانا ماشيه. انا بطبق القاعده دي وانا واقفه في مكاني، او انا بركن وواخده جنب الطريق، فبعرف بقى الدريكسيون معوج ولا لا، الكاوتش بره معوج ولا لا. طب دلوقتي مثلا انا خارجه من ركنه، ودي ركنه عمودي انا ركنها بالوش، فلما باجي هرجع لورا بكسر كله. تمام، هرجع لورا اجيب الار. تمام، هرجع مستقيم في الاول، اطلع من ركنتي، وبعد كده شويه شويه بحود. هنا في الحاله دي انا بخرج من ركنه بجيب اللفه ونص كاملين اهو. شفتوها خرجتها ازاي؟ جبت اللفه ونص اهي. بطلع من الركنه بتاعتي الاول. تمام، خلاص ظبطت، واجيب اعديه والف اللفه ونص بتوعي كاملين، واحود سنه كده كمان عشان اطلع بالعربيه كده، وبعدين اعدلها بشكل مستقيم بالشكل ده اهو. ودي افضل وضعيه بمسك فيها الدركسيون كده وانا سايقه مستقيم، او كده يا كده يا كده. تمام، اوكي. طيب وليكن مثلا انا داخله ركنه لازم اخد اللفه ونص كاملين، يعني لما بدخل ركنه عمودي او بدخل ركنه موازي زي ما شفتوا في فيديوهات الركنات، انا بجيب اللفه ونص كاملين. تمام كده. طيب مثلا انا لو داخله ركنه، يعني انا هركن عمودي بالوش اهو في وشي، لما باجي ادخل الركنه بكسر اللفه ونص بالكامل اهو. شايفين اهو، بكسر اللفه ونص بالكامل. طيب دخلت الركنه بروح عادله اللفه ونص وبردهم تاني، ادي نص ولفه اهو كده، العربيه استقامت وداخله مستقيم. طب هطلع مثلا من الركنه وهكذا، بجيب برضو اللفه ونص اهو، انا برجع بظهري اهو. تمام، ادي النص لفه بجيبها اهي، وادي اللفه كامله كده، الدريكسيون على اخره كده، العربيه معوجه بالكامل. تمام، خلاص طلعت، فبروح لفه تاني وراجع اللفات اللي انا عملتها وبردها من تاني، وبطلع تاني مستقيم، وبعدين ارجع تاني اهو. بس كده كده برضو ايه، الدريكسيون استقام. غصب عنك هتلاقي ايدك رايحه يمين ورايحه شمال، وايدك عماله تسرح، والعربيه عماله تروح كده وعماله تروح كده، مفيش مشكله عادي جدا، كملي. الموضوع عايز ممارسه كتير جدا. تمام. لو باخد اليوتيرن مثلا فبدي اشاره الاول واشوف الدريكسيون هيتعدل ازاي. تمام، خليكم معايا كده بس، هندي اشاره الاول. اوكي، هنشوف بس الدريكسيون بيتعوج ازاي على قد الملف اللي انا هلف فيه. ادي اهو، ادي نص لفه، وادي اللفه بالكامل كده، العربيه معوجه بالكامل. ادي اهو الدريكسيون على اخره، بلف اهو تاني وبروح رده كل اللي انا رجعته نص زائد لفه اهو، وكملت على طول الطريق. تمام، فهمتوا الفكره؟ يعني هو ده في اليوتيرنات الضيقه. هناخد اليوتيرن اللي جاي ده مثلا اهو، ده برضو يوتيرن على الضيق، بدي اشاره وبدخل واحده واحده، ادي النص لفيته اهو، وادي اللفه كامله. طبعا انا يعني عشان انا حافظه العربيه فخلاص انا مش ببص للدكسون، انا ببص للطريق الاول، بس بفهمك يعني ايه لفه ونص على الضيق، وباخد يوتيرن على الضيق، واول ما دخلت برد النص لفه وبرد اللفه اهو كده، بقت مستقيمه، وهكذا ادي نص ولفه، وهكذا بنقعد نعملها بقى مره باليمين ومره بالشمال. طيب تعالوا ما ناخدش يوتيرن المره دي، تعالوا ناخد ملف عادي على الشمال. هتشوفوا الدريكسيون بيتعوج قد ايه، هتلاقوه بيتعوج نص لفه مثلا بتاع اهو، بس هو باخده على الواسع. شايفه دي 3/4 لفه كده، او لفه داخلين على لفه كامله اي ما لفتش لفه ونص بالكامل، لا هي لفت حوالي 3/4 كده بس. خلاص، وبكمل عادي في طريقي مفيش مشكله خالص، وبمسك بقى الدريكسيون مستقيم زي ما اتفقنا. يكون هاخد الشارع اليمين ده، بصوا الدريكسيون بيلف قد ايه، حوالي نص لفه 3/4، وبعدين ارد تاني مره واحده اهي، مش لفه وكامله يعني كاملين، لفه ونص كاملين، لا ده بيبقى نص مثلا 3/4 بتاع بس، وبرجع تاني مستقيم. شايفه الخطوط البيضاء اللي في الارض دي، المفروض انا امشي في النص بينهم، دي اسمها الحاره المروريه. تمام، بمشي في النص بتاع ده، وكده دريكسيون مستقيم عادي، ما انا ماشيه مستقيم، مش محتاجه ان انا احود لا يمين ولا شمال. طب هنا مثلا داخله الشارع شمال. تمام، طبعا انتي مش بتبصي على الدريكسيون لفه قد ايه، انا بسهل عليكي بس افهمك يعني ايه الدريكسيون بيلف. انا داخله يعني شارع شمال، لفيت لفه اهي، شفتي ايه، عملت لفه، واول ما بدخل بردها تاني اللفه اللي انا دخلتها دي، فاهمه؟ بس هي نفس الفكره، يعني لفه لفه ونص على حسب الملف. هنا مثلا داخله يمين، بدي اشاره يمين، ابص طبعا في المرايه كويس واتابعها. ماشي، داخله يمين، هنشوف الدريكسيون هيحود قد ايه في الملف ده. بصوا دي مثلا 3/4 لفه اهو، يعني 3/4 تقريبا،
واردها تاني. تنبيه للمرة التانية والتالتة والرابعة، وعشان بكرر الكلام كتير، ما ينفعش ان انتي تسيبي طريقك وتبص على الدريكسيون لفة قد ايه. ده انتي بتحسيه، انتي بتبقي باصة قدامك تمام وحاسة الدريكسيون رايح معاكي قد ايه. انتي بتلفي على حسب الملف اللي بتاخديه، يمين شمال ايا كان. تعالي بقى، عايزة اخد ملف على الضيق على الشمال، بدي اشارة شمال وبدخل دلوقتي تمام. هنشوف بقى الملفات اللي على الضيق. الملف اللي على الشمال ده على الضيق، بصي الدريكسيون هيلف قد ايه اهو، شايفه لفه كامله هي لفتها. وساعات في بعض اليوترنات بيبقى لفه ونص كمان، يعني وانا ده تقريبا اللفه كامله اهو لفيته وبعدين برد اللي انا رجعته تاني. يعني الملف ده خدته ده حوالي لفه تمام. في الملفات اضيق شويه بلفها لفه ونص. بس اتمنى ان تكون الفكره وصلت لك. حتى هتلاقي في الركنات العمودي والموازي ان احنا بنلف بالكامل لفه ونص لما بنيجي نخش الركنات. فاتمنى تكون ان شاء الله الفكره وصلت لك وفهمتي موضوع لفات الدريكسيون. وهي موضوع بسيط وسهل، يعني هيجي بالممارسه، وان انت بعد كده بتحسيها بالممارسه. يعني بتبقي عارفه الملف اللي على اليمين ده هاخده قد ايه، الشمال ده قد ايه، ده لفه ونص، ده ربع، ده نص. لكن طبعا ما ببصش على الدريكسيون بقى واسرح، ده وانا واقفه بس في اللحظه دي انا واقفه على الجنب وعلى جنب الطريق، خلاص هبص بقى للدريكسيون واشوف هو معوج ولا لا، اشوف الكاوتش بتاعي معدول ولا لا، بالطريقه اللي قلت لك عليها في اول الفيديو. وربنا يسلم طريقك ان شاء الله. كده انا شرحت لك موضوع لفات الدريكسيون بطريقه سهله شويه ومبسطه، وممكن تبداي تجربيها لما تطلعي بالعربيه بتاعتك، انك تشوفي الكاوتش بتاع عربيتك ازاي بيكون معوج وازاي تظبطيها. ودي برضو زي ما قلنا هتلاحظيها بقى في الركنات او في اليوترنات والملفات. فطبقي القاعده دي وهتسهل عليكي جدا، وعلى الاقل بتبقي عارفه اذا كانت العربيه معوجه ولا لا.